السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي كل أوقاتكم يا رب من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. هلا وكل الهلا فيكم بفيديو جديد. بهيدا الفيديو رح شارككم روتين نهار كامل بالإضافة لاستقبال ابن سلفي اللي جاية من السفر وكمان متخرج. غسيل بالغسالة، غسيل على المنشر، شطف، تنظيف البيت وترتيب. هلا خلص شطف البرندات وشطف البيت كله. هسا عندي شطف المدخل هون، وشايفين هوليك العلبتين هسا بدي اشتغلهم كلهم. عندي شرحة لوبيا بدي فرزها، وكوستا بدي اطبخ اصلا واحطهم بالفريزر بالبراد. وهيدي اخر مرحلة بالشطف، بعملها مسح على الارض اذا في شي محل نقطة مي ما ترجع تبقس لي البيت كله. واحلى شي لما نوصل لهي المرحلة راحة نفسية، نظافة، وارتحنا، خلصنا شغل، خلصنا شطف منو شغل، هسا في شغل كتير. هيدي يومياتنا مع الصيف، هيك مسح غابرة، تنظيف، طبخ، سقاية زهر، نظف الحديقة برا، وبيخلص النهار ونحنا ما بنخلص شغل. وهون البنات عم يرتبوا الغرفة ويمسحوا غبرة. أكيد الطوي غسيلتهم تيابن يعني، وتكنيس الغرفة، مسح غبرة هيك، وترتيب تخوت. وهون المطبخ خالص خلصته أول شي قبل ما أبتدي بأي شي بالبيت، خلصت ورحت وبلشت بباقي البيت. دور الكوي لك بدي عندي تياب بدي أكويه. أنا بالصيف بحب أكوي على البرندة، بلاقي قهوة وأحسن لأنه بيكون كتير شوب والمكوية بطلع بخار سخن، فعلى البرندة أحسن. بكره كوي القمصان، هيدي مثل الشميزات البلوز أهين، بتحسه أخف وأهين، ما بتتجعلك مثل هيدي. شوفوا هيدا الشميز بس حطه قدامي وقعد أكوي بيصير معي عمى قلوي، ما بعود شوف ولا ميز ولا لون، بيزيغ العيون وفونس، ما بعرف شو بيصير معي. انتو مثلي هيك بهيدا اللون ولا بس أنا؟ هلا خلصنا نكوي على التعليق. شوفوا هون أنا بعد ما بعلقهم برجع بفتح القمصان وبمدهم منيح حتى ما يرجعوا يتجعلكوا عن جديد. وهلا انتقلنا لهيدي المهمة، هي تصير اللوبيا وتفريزها. وعليكم السلام ورحمة الله. ياي السلام عليكم. شوفوا وين صرنا بتسيير اللوبيا. شوفوا هسه هيدو ما في غير حلا عم بتساعدني، فنجان القهوة حدي، وعيسى عم يساعدنا كمان، ليكو بلش الشغل. شو عم تعملي يا عيسى؟ لوبيا. هذا شو اسمه؟ شو عم تعمل؟ لوبيا. لوبيا. اللوبيا. بعد ما صيرت اللوبيا هلا بدي فرزهم، فهون شو عم بعمل؟ انا بدي غسل اللوبيا منيح، وهون جات مي سخنة عم بغليه، وهلا بدي احط له معلقة ملح، نحط معلقة او معلقتين ملح كتار، وهيدا السكر لانه الجات كبير، معلقتين ملح معلقتين سكر، وبس تغلي المي بنزل بقلبهم اللوبيا او الفاصوليا، انتو شو بتقولوا لما بعرف. وهلا بعد ما غلت المي رح ننزل اللوبيا عليهم، نتركهم ليغلوا غلوة. شوفوا عم غطسهم منيح بالمي ليغلوا غلوة، بس يغلوا وطلعوا هيك شوي ترغوي على وجههم خلاص هول هن. وهون انا حطيت شقفة كبيرة نظيفة مشان احط عليها اللوبيا ونشفهم. تحطون على المجلة، على منشفة، على شقفة، مهم شقفة نظيفة نكون حاطينها بالأرض أو على المجلة مشان ننشف اللوبيا عليها أو الفاصوليا، انتو شو بتقولوا لما بعرف. شوفوا هون كمان بدي أعمل قمحية، أمي طالبتها مني، فشوفوا شو عاملة، نقع القمح مع نحن بنحط لها حب الفاصوليا الحمراء والحمص، حب حمص نقعتهم، هلا بدي أحطهم بطنجرة الضغط، مغسلين ومنقوعين منيح، مغسلتهم يعني كززوا، بنكتر لها مي لأنه القمح والحبوب بتشرب مي منيح، فمشان هيك بنكتر مي. وهلا بسكرها وعلى الغاز. هلا هي الطنجرة صارت على النار، أمنت عليها، وهيدي كمان ناطرتها لتغلي لتطلع رغوة على وجهها.
شوفوا كيف طلعت الرغوة على وجهن. ليكوا الرغوة هون أول ما نبين هيك. شفتوا هلا الرغوة هاي بس تطلع هيك وتغلي غلوة بدنا نشيل اللوبيا. فهلا رح اشيلهم بالمصفية عجاد دغري. شوفوا بجيب هيدي الكبيرة مشان فيني شيلهم دغري. واكيد بننتبه ما نحرق ايدينا. رح افضي اللوبيا على الارض مشان يبردوا مشان ينشفوا كمان. وهيك لنخلص كل الكمية بنسلق اللوبيا غلوة بنشيلها دغري بنعملها على شقفة ناشفة، بنمدها على شقفة ناشفة. أنا حاطة تنتين مشان ما يوصل مي للسجادة إذا في شوية مي هيك لنخلص كل الكمية. وهلا بعد ما شلنا أول حطة بدنا نحط الحطة التانية. وهلا بعد ما نشفت اللوبيا وبردت بنجيب كيس الفريزر. هدول إلن سحاب أو حيلا كيس نايلون بس هول إلن سحاب أفضل. ومنعبي اللوبيا فيهم. شوفوا بردت اللوبيا ونشفت. منعبي الطبخة اللي بدنا إياها. كل واحد حسب طبخته بيعبي كيس صغير كيلو كيليين حسب. أنا عبيت هيدا الكيس هلا ما تليته على الآخر ما حكبر الطبخة كتير. طبخة وسط صغير. وهلا بكبسه هيك ليطلع منه الهواء. فرغ منه الهواء. شوف كيف فرغت منه الهواء كله. وهيدا الخلطة وينه. هيدا الكيس التاني عم نسكره هون. شوفوا طلعوا 3 طبخات. هلا نحطهم بالفريزر. طبخة القمح هي بعد شي ساعة ونص على الغص. هيدي القمح ضروري ينحط على نار نايسة حتى ما ينلدع. بس نقوي النار تحته دغري بينلدع. فلازم بس تضغط الطنجرة من هون تعلى هيدي وبتبلش تبرم. هاي منوص الغاز على الاخر. ليكي هلا شعل تحتها بس هي منها عم تبرم طلع بخار على الخفيف. فهلا بدنا نفتح الطنجرة ونزيد علينا اللبن. هلا نحن لو منا حاطينها بطنجرة ضغط كان بدها وقت طويل بس لاني حاطه انا الحبوب والقمح وكلياتهم بطنجرة ضغط ونقعتهم فاخدوا ساعة ونص. لو من دون طنجرة ضغط بدهم وقت مثلا 2-3 على النار. شوف هلا حطيتها تحت المي لتبرد عشان تفتح هيدي. شوفوا القمح من لوين طلع زوم القمح. هلا بضل فاتحة المي لتنزل هيدي على الاخر. بس تنزل هاي يعني صار امان ما بقى تخوف. ماما هلا ما شاء الله غير شكل. شوفوا ما شاء الله غير شكل ما شاء الله. شوفوا حبة القمح قديش صايرة. هيدا القمح بس تحطوه على النار وتحركوه بيلزق دغري معكم بكعب الطنجرة. فشو بتعملوا انتو؟ بتحطوا القمح وبتخلوه على نار نايسة وما بتحركوه ابدا لوقت يستوي وبدنا نحط له لبن. ساعتها بنحرك لانه مجرد ما حركناه لزق بكعب الطنجرة وشاط الطنجرة دغري. هلا هاي الطنجرة مليانة وانا بدي احط فوقها لبن فرح انزلهم بهيدي الطنجرة الاكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وهلا بدنا نضيف فوقهم اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. طرش حطوا تحتهم المعلقة مشان ما يطرشوا. قبل ما نخلط اللبن رح نشيل منهم صحن من هيدا ونحط له سمنة. هلا اذا في سمنة بلدية غير شكل بيطلعوا. فهلا بعد ما سكبت شوي رجعت تذكرت حقيم صحن صغير. رح نعبي هيدا الصحن. هلا هن ما حطيت لهم ملح. هلا برجع بحط لهم ملح وسمنة لهيدول من دون لبن. اما هيدا بدنا نضيف له لبن ومي. رح احط تحتن الملعقة هيك عشان ما يطرشوا. هيك ما بيطرشوا.
رح استعمل غير هاي المعلقة مشان الطنجرة. شوف هلا رجعت ضفتلن كمان مي. بنحط لبن ومي، سطل لبن نص مي، نص سطل مي. وضروري هول يكونوا رخوين، لانه بس تجمع بس تبرد صحيح شايفينها هيك اسا بتصير جامدة جامدة. هلا تاني يوم الصبح بتلاقوها غير شكل واطيب شي على الترويقة. هيدي اكلة صيفية غير شكل بتبورد على القلب. شوف كمان بدي ارجع ضفلخ منيح. طلينا الطنجرة على الاخر مثل ما قلت لكم لانه بيرجع بيجمد. هلا مين الزلمة اللي بده يحمل هيدي على الغاز؟ الملح ما حطينا الملح لانه حتى ما يشتد الحبوب بنحط اخر شي. بس نحط الملح بالبداية الحبوب ما تعود تستوى يعني القمح وهيدول. فهلا رح نضيف الملح. وهلا رجعناها على الغاز. الله وكيلكن اللي حاملها كأنه حامل ميزان، ما في زيد يبرم هيك ولا يميل ولا تكي، لانه تكي شمال او تكي يمين بتنكب بالارض. هلا بخليهم على النار لحتى يغلوا. بس يغلي اللبن خلص ما بيعود يحمض. اذا ما غلى اللبن بصير بيحمض هيدا بسرعه. اما اذا غلينا اللبن بضل وقت طويل بالبراد وما بيهمه. هلا فيكم تستعملوا انتو لبن معزة او لبن بقر، بس لبن المعزة اطيب لانه فيه حموضة شوي. كمان لبن البقر طيب، الاثنين طيبين بهيدي الطبخة. اما الكوسة والششبرك ما نطيب الا لبن المعزة. حطينا له السمنة، هذا من دون منه متبل بلبن. شوفوا مثل ما قلت لكم اذا كانت السمنة بلدية بيطلع كتير طيب. هيك بتكون السمنة سايحة على الوجه. بس هون عندهم شحم، البابا عنده شحم فما حطيت له شوي سمنة، ما كترنا وحركنيهم ما مبينين على الوجه يعني. وهلا بدي ضبيت جلي من هون هيك هالقد الجلي كان هيك. وهلا ليكو بدي طلع جلي. اليوم من اشقى الايام اللي مرقت بايام الصيف. بس هيدول هلا بدي اجليهم. الجلي اللي طلع ورا اللوبيا ورا الغدا شي ضبيته بالجلية والجيطان وكل الاشياء الكبيرة جليتها. هلا رح اجلي هدول. هلا هي رح انقعها لانه لشتش شوي لفيني اجليها، ما حار اجليها دغري. شو هدول يا عيسى؟ حيوانات. وين اخدون؟ وين اخدون؟ برا. لبرا؟ حيوانات الغابة هدول. الغابة البرية. حيوانات الغابة. لا ما بقى يلزوا هلا. لا لك عيسى وين رايح بالحيوانات؟ هنضلنا نحركهم لحتى يغلوا. كل شوي منحركهم لحتى ما يلزقوا من تحت. وهيدي اخر تلميعة للمجلة. لسه ما خلصنا بس انه يعني هلا اخر شي بشكيرة نضيف. هلا بيبقى عندي هيدول الجليات بعد شوي بضبهم بس لينشفوا. يقصى عندي جلي هيدي الطنجرة وضب هيدول وبكون انتهيت من العمل الشاق. وهيدي طبختنا خلصت عم تغلي. شوفوا إلي أنا من الصبح لهلأ. هلأ حيأذن العشاء وأنا هلأ بدي تقريبا خلص. شوفوا هلأ غلت، بس تغلي خلص رح نطفي الغاز. وأخيرا هلأ رح أتركها تبرد وبعدين غطيها. بكير الصبح بعبيها بشو اسمه بسطل وبحطها بالبراد. بس لنمسحها ضربة من هون لهلأ شفتها. هي بدنا نجليها بس هيك مشان المنظر. شفتوا لهيدا المثل اللي بيقول مفضيت حك راسي، بتعرفوه ولا نحن بس اللبنانية بنقوله؟ أنا هيك اليوم نفس الشي مفضيت حكه لراسي. إن شاء الله طنجرة عملاقة. كان عندي حتى على الغدا، أنا ما شاركتكم الغدا، كان عندي ورق عنب بزيت من قبل بيوم
وعملت حدهم بطاطا وسلطة. يعني عن جد اليوم روتين نهار كامل متعب جدا. هلا رح اسكب صحن واتركه ليبرد. هلا بكرة بدي ورجيكم صحن على البارد كيف بده يكون. انتو شايفين هيدا كيف هلا وكيف الصبح بده يكون. هلا لانها اكلة كتير طيبة وباردة فانا ما راح انطر لتبرد، راح احطهم برا يبردوا. عيسى وين اخذ هالحيوانات يا عيسى؟ لم الحيوانات الحديقة الغابة كلهم واخدهم. ما فيك عم تحملهم طيب. يا عيسى هدول بدهم بكب يا عيسى حتى ننقلهم. بدهم بكب هيدول لينقلوا ليكو الدكتور. وهلا شوفوا لي ما شاء الله القمحية هون تاني يوم الصبح. شوفوا ما شاء الله امبارح كيف كانت، شوفوا هلا. وهيدي أطيب قمحية بتاكلوها بفصل الصيف، عن جد كتير طيبة ومغذية وبتبورد بكل معنى الكلمة. يعني بتكونوا حاطينها بالبراد هيك على الترويقة، على الغداء، على العشاء، بأي وقت فيكن تاكلوا هيدي الأكل كتير كتير طيبة وباردة وبتشبع. بس أكيد منا طبخة أساسية يعني، بس هي للبرود مشان واحد يبورد إذا كان مشوب. وهيدا أطيب صحن قمحي. بما انه طبخنا هيدي الطبخة هلا بتشوفوا صحن رايح صحن جاي، صحن رايح صحن جاي لتخلص هيدي. ان شاء الله طلعوا سطلين ونص بين هيدا. ما شاء الله النص راح دغري استهاد وسطل تاني قده. فهيدا لوالدتي لأمي الله يطول لي بعمرها. وهلأ نهاية الفيديو بنهاية أحلى شي بالحياة هو النجاح، لما يكون الواحد متغرب عن أهله وعن عائلته لحتى يرفع راسهم ويتعلم ويتخرج. هون كان ابن سلفي جاي من فرنسا وأكيد متخرج بعد 3 سنين. إن شاء الله ألف مبروك وعقبال ولادكم جميعا. مثل ما قلتلكن أحلى فرحة هي فرحة النجاح. وبما أن الفرحة فرحتين، رجوعوا من السفر أكيد زيارة والنجاح، فحبيت شارككن هيدي اللحظات الكتير حلوة، الاحتفالات، الأجواء. فكانت الأجواء كتير كتير حلوة. وهيدا قالب الكيك عليه صورته لهادي. إن شاء الله ألف مبروك وعليه تاج التخرج. وأكيد هيك أجواء ما بتخلى من الصور العائلية التذكارية. فهون الأم والأب والست وأكيد هادي وأخوه. وهيك كانت الأجواء ولمة العيلة، وما في أحلى من هيك لمة بهيك مناسبة. وحب الخالات مثل حب الأمهات. هون أكيد خالاته كلهم مجتمعين. وأحسن شي هالطبل الصغير مع الصبي الصغير الطبال الصغير. وبأجمل الأجواء بدي أختم معكم الفيديو. بتمنى لكم سهرة ممتعة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بهالفيديو الحلو والرائع. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.